نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباد الله الصالحين ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله. ثمرة العلم عاشر أحدها العمل. ثمرة العلم ليش؟ أجيبه العمل. الذي يتعلم ولا يعمل لا يستفيد من علمه شيئا، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم. لهذا ينبغي للمسلم إذا تعلم علما أن يسارع لتطبيق هذا العلم. وديننا ولله الحمد دين العلم، والميزان الذي نزل به هذه العلوم يعني العلوم الشرعية ميزان الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنته. فموضوعنا هذه الليلة في هذا المسجد المبارك عن صلة الرحم، عن صلة الرحم. وهذا الموضوع موضوع عظيم جدير بالعناية، والقرآن نزل بشيء من الآيات والنصوص الشرعية، وكان السنة في الترغيب في صلة الرحم والتحذير من قطيعة الرحم. والرحم مأخوذ من الرحمة، فالرحيم من يرحم، والسعيد من يعمل بهذه الرحمة، والشقي من لا يرحم. قال تعالى عن عيسى في حقه لأمه، وهذا من أعظم صلة الرحم: وبرا بوالدتي ولم يجعلني ماذا؟ جبارا شقيا. فالعاق بوالدته من الأشقياء ومن الجبارين. إذا قيل لك ما الرحم؟ تقول الرحم قرابة الإنسان، يعني قرابة الرجل وقرابة المرأة من جهة أمه وأبيه. من جهة ماذا؟ أجيبه أمه إيش؟ وأبيه. وينقسمون إلى 3 أقسام. إلى كم ينقسمون؟ أجيب أخواني، إلى 3 أقسام: أصول وفروع وحواشي. أصول وفروع وحواشي. فالأصول إذا قلت لك ما الأصول؟ تقول الآباء، هذا أصل. والفروع من هم؟ الأبناء. الفروع الأبناء. فالأصول الآباء وإن علم، يعني أبوك الأقرب، ثم الذي بعده، ثم الذي بعده لجدك وهو جدك وجد جدك، كل هؤلاء نسميهم ماذا؟ أجيبوا أصول. والفروع الأبناء وإن نزلوا، الأولاد وإن نزلوا، يشمل الذكور والإناث، كالابن وابن الابن وابن ابن الابن، وكالبنت بنت البنت وبنت بنت البنت. كل هؤلاء فروع، كل هؤلاء فروع. والحواشي هم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات. فهؤلاء هم الرحمة الذين أوجب الله أن نصلهم
وحرم علينا قطيعتها. إذا عرفت الرحم فما الواجب علينا نحوه؟ الواجب علينا نحوه أن نقوم ببرهم والإحسان إليهم، وأن نسارع إلى أن نحسن إليهم، وأن نبتعد عن الإساءة إليهم. أحسن إليهم ولا تسيء إليهم، وإذا أحسنوا إليك اقبل إحسانا، وإذا أساءوا إليك تجاوز بإيش؟ عن سيئاتك. هذا الواجب عليك. إذا سأل سائل ما أعظم الحقوق للرحم؟ يعني هذا أخوي الآن ولا ولد عمي ولا ابني ولا أبوي، ما أعظم شيء أقدمه إليه؟ أعظم حق أن تكون بعد رحمة الله سببا لدخوله الجنة. فإذا اجتهدت في دعوتهم فأمر هدايتهم إلى الله، أمر هدايتهم إلى من؟ إلى الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ماذا؟ من يشاء. فاجتهد في دعوة أبيك وأمك وإخوانك وأخواتك وأبنائك وبناتك، يعني احرص كل الحرص أن يكونوا معك في الجنة بعد رحمة الله. وإذا دعاك أحد أولادك صرت أنت على معصية أو على ذنب، أو دعاك أحد أقاربك، فاجتهد أن تقبل دعوته، اجتهد أن تقبل دعوته. هذا أعظم حق يقدم للأقارب، وهو من أعظم أنواع البر، أن تنقله من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة. إذن هذا هو أول حق وأعظم حق. بعد ذلك بعد الحق العقدي الديني يأتي الحق الثاني، وهو الحق المالي. لأن المال مرتبط بحياة الإنسان وقلبه وروحه، ولهذا يقول المال عديل النفس، يعني عديل الروح، ما فيه أغلى من النفس. مع ذلك المال له مكانة في النفس، والمال زينة لمن وفق لذلك. نعم المال الصالح للرجل الصالح. فهناك حقوق مالية تقدمها لأقاربك، منها ما هو واجب، ومنها ما هو ايش؟ أجيبه مستحب. الواجب كالنفقة على الأبوين، يجب على الإنسان أن ينفق على أبيه وعلى أمه. والنفقة على الأولاد، ايش حكم النفقة على الأولاد؟ أجيبه يا إخواني واجب. ايش حكم النفقة على الوالدين؟ ماذا؟ واجب. هذه النفقة إذا أنفقت على أبيك وعلى أمك وعلى أولادك أفضل من الصدقة. يعني واحد كان في خلال 10 سنوات أنفقت على أولادي 100,000 ريال، كم أنفق على أولادي؟ أجيبه 100,000 ريال. وفي خلال 10 سنوات بنيت مسجد بقيمة 100,000 ريال، أيهما أفضل عندكم؟ الأولى ولا الثانية؟ الأولى. لماذا؟ لأنها واجبة، لأنها إيش؟ واجبة. والثاني سنة، يعني بناء كل المسجد فرض كفاية من باب
السنن ليس من باب الواجبات. فالدرهم الذي تقدمه في باب الواجبات أفضل من الدرهم الذي تقدمه في باب السنن. فينتبه الإنسان بهذه القضية. يعني هذه من أعظم مسألة الرحمة، إنك تنفق على أولادك وتنفق على أولادك، وبعد ذلك تنفق على إخوانك. يعني إذا زاد دراهم عندك تنفق على إخوانك، ثم تنفق على أعمامك وعماتك. يعني واحد الآن جاء يقول عمي سيارة خربانة في الوجه وتبي تكلم 5000 ريال، وواحد من الجيران سيارة خربانة في الوجه وتكلم 5000 ريال، أيهما أفضل؟ يصلح سيارة عمه ولا سيارة اللي من الجيران؟ تجيبه عمه، لأن هذه صدقة وصلة. صدقة ايش؟ وصلة. يعني هذه تقرب إلى الله درجة. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. في آخر الآية أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى. يعني واحد ساكن ما شاء الله فيه فلة زينة وعنده خدام وعنده سيارة زينة، تقول يا أخي تعال نقسم. قال لا ما يحتاج بالنسبة لك، لكن بالنسبة لأخيك يحتاج ولا ما يحتاج؟ يحتاج مسكين معين، بده يسافر، بده يزوج ولده، بده يشتري سيارة زينة، وين يروح؟ خاصة أنه ينظر إليك، يعني ينظر أن تتنعم في المال وهو محروم منه، ولا يشتكى مشكلة ونزعل مشكلة والله صدره مشكلة. فمعنى أنه ينتظر إلى أن يقطع ويمكن يلعن أخوانه، صح ولا لا؟ صح. نجيب الأخوان صح يلعنهم كرام. ترى هذا هو اللي يتسبب على نفسه في اللعن. ولهذا قال هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا ايش؟ أرحامكم أولئك الذين ماذا؟ لعنهم الله. الناس يقصد صلة الرحم انك تسلموا وتضحكوا وخلاص. لا، السلام والضحك كذا شيء قليل. لا، الرحم تبلها ببلاده وتقيهم حقوقها، أدخل السرور عليهم. خلاص مات الوالد الله يرحمه عنده. تعالوا الخوان، تعالوا اشربوا تلك وش اللي وش اللي عنده؟ والله عنده 5 ملايين، عنده 3 ملايين، عنده مليون، عنده 100,000، عنده 10,000. ترى يا فلان لك 500 ريال وفلان لك 700 ريال وفلان لك 300 ريال. هذه حقوق وخليك واضح مبين. لكن تمل أو تهمل أو تأخر، يعني في ناس أخر ترك إلى 20 سنة أو 15 سنة، يعني مات الوالد، يعني حرمته من حقه يفلت. يمكن تركته من والدها 3 ملايين 4 ملايين 5 ملايين، خسارة كانت كبيرة، ومن كان يا أخي تنعم في حياته وأنت حرمته. يمكن يوم حي ما يقدر يصلح مكيف ولا يقدر يعالج، يمكن مات بالقهر. ومثل البنات خاصة بعض المملكة ما يعطون المرأة حقها من التركة. ترى نعرض من أنواع القطيع، يقول هي متنازلة. فسألت عن بعضهم يقول هي متنازلة. تدرون متى يكون التنازل؟ تدرون ولا ما تدرون؟ والله ما تدرون، خل أعلمكم. أعلمكم ولا لا؟ لا أعلمكم. الحين أنا عندي تركة لأبوي وعندي أخوات. أخواتي لهم قطع على بعض أو لهم مال. لأختك مثلا 100,000 ريال، عطها 100، عطها 100 لكتها ولا لا؟
أجيبه إذا جمع 4 أشهر هي الرغبة تترجعها لك من قبل نفسها فلها ذلك والله رغبة فالحق إليها هنا هل تتنازل ولا ما تتنازل؟ أجيبه يعني امرأة الآن أخذت من أخوها تركتها أخذت من أخيها تركتها من أبيها 100,000 ريال وقعدت معها شهر شهرين 3 أشهر هل بالإمكان أنها ترجعها ولا تستمتع؟ أجيبه تستمتع لكن أخوها إذا ما أعطاها شيء قال بشك والله أختي طيبة متنازل لا والله أنك نصاب اي والله هذه يسمى مسألة الإجرام هذا مجرم لا عطى الواحد حقه وخلها بعدين يتنازل لكن ما تعطيه وتعلم حقه ثم تقول هو متنازل بعضهم قد يقول انها تأتي رجال أجنبي إذا أنت قتله ديرتنا طيب هم الأمر وش له؟ أنت ما الأمر يا تشتري الأرض تقدرها بقيمتها يا تسلم الأرض لأهلها لا تجعل الشيء معلقا ترى مالك حق هذه حقوق وحقوق الناس مبنية على المشاحنة ليس على المسامحة والناس يتعلقون برقبتك خاصة الأقارب طيب واحد طلق زوجته ما حكم الإنفاق على الأولاد بعد طلاق الزوج؟ واجب إذا ما أنفق عليه طبعا هذه نوع من أنواع القطيعة يعني بعض الناس عنده قدر ويجعل أولاده يأكلون من الزكاة ومن الصدقة أو أمهم يقول أمهم خير تنفق عليه لو راتب أمهم 70,000 النفقة على الأب ليست على الأم أمهم ترى إذا أنفقت عليهم من باب الإحسان فقط وأن النفقة ليست واجبة على المرأة هي واجبة على الأب بعضهم يقولون هم مدرس ولا خوانهم خير يعني أنت ما عليك منهم أنت عليك من نفسك وعليك من النفقة التي هي حق شرعي منك على أولادك وتراك إذا ما أنفقت عليهم تكون عاقا لو دعوا عليك قد استجاب الدعوة والنبي صلى الله عليه وسلم قال واتقي دعوة ايش؟ المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله ايش؟ حجاب هذه حقوق فالحقوق المالية يا إخواني ومن يسمعني انتبهوا منها لا تفرطوا فيها ترى أعظم أنواع القطيعة في هذا الباب في باب الحقوق المالية وتأخير قسمة التركات بعض الناس يقول لك أخوه ما يسلم عليه يقول ولد عمي ما يسلم عليه يا أخي أنت ظلمتها أنت قهرتها ترى القهر شيء والظلم شيء مؤذي يقطع نياط القلوب شلون يحبك وانت عاقل ومثل ولدك وبنتك إذا أنا زوجتها عشان الطلاق هذه الصلة ولا قطيعة؟ أجيبه قطيعة يعني كيف تتجرأ على قطيعة الرحم لأجلها؟ ويقول ما جرى كان المناسب لا جاء الرجال المناسب أنت تبحث عن الرجال المناسب أدام بنتك ما شاء الله متعلمة موظفة ولا راتب يا خلها تعيش خلها تستمتع بحياتها الزوجية وبولد ومن تتسبب في قطيعة الرحم وترى البنت قد تضحك أمامك والولد قد يضحك أمامك لكن في قلب الشيء عرضك والله ما أحب أبوك وما أحق لأن أباه تسبب
أجيبوا يا أخوان، على الكراهية وعلى اللعنة وعلى الأذى. يمكن ما يحضر جنازة ولا يدعو لك وأنت السبب، تسببت على نفسك. أنت الذي دخلت بهذه الدائرة، لأن الظلم والإجرام والعقوق والقطيعة. أنا أنبئكم بأكبر الكبائر. قلنا لا يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. يدخل بعقوق الوالدين عقوق الأولاد، فهذا عقوق. الشيخ الناس الله يرحمه مضى في الجامع بعد الندوة، قال واحد صالح قال الشيخ ولدي آذاني وتعبني معاقب. قال الشيخ يمكنك عاقب، راجع نفسك، والجزاء من جنس العمل. يمكنك عاقب به ونصر، قاطع الرحمة، تظلم بدون سبب وتؤذي بدون سبب، تقدمون بالدعاء، ويمكن قتل ويمكن ما تنظر ويمكن ما تبخل. هذه كلها قطيعة، يعني غير مؤثرة قطيعة. أنا ما أتوقع أن أحد يبيع يساء إليه، إلا ما الحيوان إذا أحسنت إليه النتيجة ماذا؟ أجيبه يحسن صح ولا لا؟ الناقة إذا أحسن إليها صاحبها خلاص ما عاد ترتاح إلا إذا رأت وتعمل معه ويؤذيها مرضا وألما. هناك فما بالك بالإنسان؟ أنت إذا أحسنت أحسن إليك، والجزاء من جنس العمل. ولهذا أقول حقيقة لمن يسمع كلامي، إن كان كسبت لإخوانك لأخواتك لأمك لأبيك، افتح صفحة جديدة وصفحة عملية. إذا بالك عن هذه دراهم وهذه حقوق وهكذا وهذا لك وهذا لك. الولد مثلا اعتذر منه، ترى الله طلقت امك بسبب كذا وكذا وكذا، وصحيح لي آذيتك وما أعطيتك حقوقك، لكني الآن الله استغفر الله وأتوب وقبل راسه وضم على صدرك وخذ بخاطره لعل بس انه يسمع ويوعك. فهذه الامور ينبغي للانسان ان يلتفت لها وان يتنبه لها. ايضا من الحقوق بعد الحق المالي في حقوق الاقارب انك تسعى لمصالحهم. اي مصلحه فيها يعني مصلحه شرعيه لقريبك قدمها اليه، تفرح لافراحهم، تحزن لاحزانهم. ولهذا اختلف اهل العلم ايما افضل ان يتزوج الانسان من القريبه ام من الاباعد. والجواب على هذا فيه تفصيل. الكمال علاقتك مع أقاربك علاقة جيدة، وأنتم أسرة متفاعلة متكاملة، وتحس من زواجك من بنت عمك إنه عز لك وعز لها، وعلاقتك مع عمك علاقة قوية وعيال عمك علاقة قوية، فأنت الآن تصل الحبل بحبل الآخر. وإن عيالك إذا جاءوا من هذه المرأة تأمن على تربيته، ولو قدر عليك وفاة وما شابه ذلك تأمن أن عيالك عند عمك وتقول الحمد لله سلمنا في دقيقة وحياتنا زينة. فهنا لا والله القريب أفضل، يعني القريبة تقدم على البعيد. والله قال للنبي صلى الله عليه وسلم في باب الزواج قال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، ثم بعد ذلك قال وامرأة مؤمنة. فالأقارب أفضل إذا كان الجو جميل. وتعلم أن لو قدر الله أن ما كان وفاق في أمر الزواج بينك وبين بنت عمك إنه مو جاي مشاكل. لأن كنت تعرف أن بيت المشاكل لو نسبة 10% أو 20% لا أبحث عن بعد.
نصرتنا في الغالب ما عندنا قضايا وعندنا صلة رحم وخير وحب العيال عمي أكثر من أو مقارب بمحبتي لإخواني وأخواتي. لا، هو تزوج عمك وخالي وزد الخير خير. وكان بعكس ذلك، وهنا يؤجر الإنسان، يعني يؤجر على صلته بأقاربه. من الحقوق أيضا للأقارب، أقاربك كأبيك وأمك وإخوانك وأخواتك وعيال عمك وعمانك هم بشر، وبحكم البشرية يقع من الإنسان الخطأ والصواب. الخطأ إيش؟ والصواب. فاقبل الصواب منه وأعلن عن الأخطاء واستسمح لهم عذرا. يمكن ولد عمك يتكلم عليك اليوم إنه ضيق صدره، ظروفه المالية، ظروفه النفسية، أحد ضيق صدره في العمل، دخل في مساهمة وخسر، أنت ما تدري، فعلا وتحمل خطأ. ترى هذا من أعظم القربات إلى الله. ادفع بالتي هي أحسن إيش؟ السيئة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ماذا؟ ولي الحمد. الله ما يلقاها إلا الذين ماذا؟ صبروا. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فاعف عنها، تجاوز عنها، واصفح. وإذا جاءك يعتذر منك اقبل عذره وانسى الموضوع. صاحب اللي تصدق في اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث خلاص. لأن الشيطان يا إخواني حريص على العداوة بين الأقارب، حريص على العداوة بين من؟ تجيبه الأقارب. لماذا؟ سمع. لا، الشيطان ترى ذكي. لا، الشيطان ذكي. الشيطان هل يفكر في سيئة تنتهي ولا سيئة تستمر؟ أجيبه؟ لا، عنده بعد نظر، لأن السيئة تستمر 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، إلى 100 سنة. فما في أحسن للشيطان إلا الأقارب. لأن القليل بسرعة يتغير وينقل العدوى إلى من؟ أجيبه؟ إلى أولاده، إلى ولد الكبير، ومن الولد الكبير إلى ولد ماذا؟ الصغير، ومن الأولاد إلى من؟ إلى أولاد الأولاد، وهكذا. يعني أذكر مرة تهاوش واحد سعودي واحد باكستاني، أقال ذر ولا أباعد؟ أجيبه؟ أباعد. قال السعودي باكستاني يا حمار. ايش قال له؟ أجيبه؟ قال يا حمار. في مصري بيصنع بيضة، قال باكستاني يا ابني خليك حمار ربع ساعة. خليك حمار ايش؟ ربع ساعة. ربع ساعة، يعني ترى زعلان الحين، بعد ربع ساعة بيرضى. بعد ربع ساعة ايش؟ بيرضى ويقول يا فلان عبد يا حمار. ويعتذر لك. الرد المصري جميل ولا مو جميل؟ أجيبه؟ ها؟ تمام صار خليك حمار ربع ساعة. بعد ربع ساعة يقول لك كذا وبيعتذر. لكن الأجساد إذا صارها قال الحمار أنت وبوك. إيش قال؟ أنت وبوك، معلوم أنت هذا كلكم حمد، يعني أنت حمار وكل حمار. بغوا يتعاوشون، لكن الحمد لله الله يرجعهم. انتهت القضية على هذه الكلمة. بعد هذه لقيت السعودي يتكلم مع الباكستاني،
ترى الله عليك كلمة طول عمرك. شفت الشيطان؟ لاحظت هنا الشيطان حريص على العداء بين الأقارب، لأن الأقارب إلا ما رحم ربك في الغالب ينظر بعضهم إلى بعض. الشيطان يدخل في باب الحسد، ولهذا من الذي حسد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ورده في دعوته؟ من هم؟ أقرب الناس إليه، صح ولا لا؟ حسدوه من أعظمهم أبو لهب، تبا لك لهذا جمعتنا. ولا أسمع ولا آخر الناس يوم فتح مكة. من الذي حسد إخوة يوسف؟ من الذي حسد يوسف؟ إخوة. لأن العداوة تطول، العداوة ماذا؟ تطول، فيها قطيعة، تسبب في أن أباهم صار أعمى، وفي أم يوسف، إنهم كارثة ليست بالأمر الهين، ليست بالأمر الهين. فالشيطان يفرح في طائفتين من الناس، في العداوة بين الأقارب وفي أصحاب الصنع. أصحاب إيش؟ الصنع. الحين الإمام إمام ولا لا؟ لو نحن عنده الإمام الآخر يفرح ولا يضيق صدره؟ يضيق صدره. تجيبه؟ يضيق صدره. ليش؟ لأن الناس وصحيح. لكن لو نحن عندنا مؤذن يضيق صدره ولا ينبسط؟ يشارك في المكان. المهندس مع المهندس. تعال عند أي مهندس ولا مهندس وش يصير عليه؟ لأن كان يكتب المهندس. لكن امدح طبيب عند المهندس وش يصير؟ امدح فوال عند فوال، والله يمكن يضربك بالجرة، صح ولا لا؟ لكن امدح عنده راعي كبسة بخاري وكيف معك، صحيح ولا لا؟ يحذر هذان الاثنين أصحاب الصنعة والأقارب، لأن الشيطان يجد مدخل عظيم في هذين الاثنين. ولهذا اضغط على نفسك. ليش واحد يمدح قريب لك فمدح معه ولو موتك. ليش واحد يمدح صاحب صنعة وأنت مشارك له في هذه الصنعة، امدح ولو في نفسك، اكتم في نفسك. وليبقى هو الكاظمين الغيظ، اكتم. ترى ما يجمل ان الواحد يكتم ما في الناس وشارك الناس، عيش معه. والعام يقولون طنش ايش؟ تعش. ينتبه الانسان بهذا الامر. اجل حقوق الاقارب تعطيهم الحقوق، خاصة في الأمور الاجتماعية. بعد أمور المال افرح بفرحهم، اشرح بالمدافعيس ما شاء الله شاهد، عندك دراهم عطاء، ما عندك اعتذر واضحك وقدم كل ما تستطيع. عندهم مصيبة شارك في مصيبتهم، لا تخليهم، لا تتركهم، هنا تؤجر بإذن الله وتكسب الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك الحقوق الثانوية التجميلية، ترى التجميل جميل، يعني أزين ما خطيت ايش؟ تجيبه؟ لا ايش؟ ليش ولا لا؟ صح ولا لا؟ والريش ترى جمال، الريش ماذا؟ جمال. واللباس الخارج لا تلبس الكتفين متسخة ولا صروال متسخة، أحد يدري عنه أجيبه إذا كان همك نظيف وبدرك نظيف، هذا تجميل. فاحرص على التجميل خاصة في هذا الزمن. عندنا الآن الواتساب، الرسائل، صبح على عيال عمك ومسهم وارسلهم رسائل طيبة ولو من
باب المجاملة، ترى المجاملة مقبولة واضح الآن. وبعض الأحيان ترى الكذب أحسن من الصدق، إذا كان الكذب مبني على المصلحة والصدق على نفسه. سمعت والله يعني كانت قصيدة والله مين زينة، اتصل عليه وتسمع ما شاء الله شاعر قلنا ما من وين جت هالأفكار بس؟ الله يهديك الله يجزاك ارفع منها. والله سمعت كلمة في المسجد وخطبة الجمعة، تخرج من جامعة، تعين معيد في جامعة، افرح له، صار عسكري وترقى مثلا، امدحوا العسكرية وانتم رجال امن ولا من محفوظ بعد الله يحفظكم الله يجزاكم خير، وتتعبون في الطرقات وتقفون الله لا يحرمكم الاجر والله. واحد حفظ القران من عيال عمك افرح له، نجح من المدرسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم الرجل لو كان يعمل كذا، ونعم الرجل نعم الرجل. ترى هذا والمجاملات مطلوبه، جامل مع الناس خاصه مع قائدك، ادخل السرور عليه، تبسمك في وجه اخيك ماذا؟ من الحقوق العلي ان اخبر به وذكرته في الاخير لاهميته قضيه العدل خاصه بين الاولاد وبين الابوين وبين الاخوه والاخوات. العدل مطلوب، يعني لا تزور واحده من اخواتك كل اسبوع مره والثانيه لا تزورها 3 أشهر مره. ترى يديك صدر ذلك الشيء. وش السبب؟ إذا صار قلبك يرتاح الواحد ولا يرتاح الثاني، يعني مثلا أنا عندي مثلا عدد من الأولاد والله أحب واحد منهم مرتاح معه والثاني ما ارتاح معه، ترى الله ما يؤاخذك على العمل القلبي، العمل القلبي لا يؤاخذك الله عليه ما دام كانت ما انت في صدرك. يعني افرض الان واحد عنده ولدين يحب واحد والثاني ما له محبه الولدين، وعندي قانونتين موجودة. العدل ماذا يعمل؟ اجيبه يعطي هذا ايش؟ قانون وهذا ماذا؟ قانون. طيب هل يؤثر في المحبه اللي في قلبه هذا العمل الان؟ الجواب لا، ما دامك عادل ما يؤثر في محبتك لاحد اولادك على الاخر. لكن لو تعطي لي ان تحب قانون ونص والثاني تعطيه نص قانون، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ اجيبه ما يجوز. تعدي المحبه الان الى العمل، الى ايش؟ العمل. انت مطلوب ان تعدل به. ولان ترى كثير من الناس يفهم في سوره يوسف ان يعقوب عليه الصلاه والسلام لم يكن عادلا بين اولاده، هذا مو صحيح. لا، يعقوب كان عادلا، بس الميلان القلبي ليوسف ما حد يملك، يمكن يظهر على صفحات الوجه غلطات اللسان، بس ما تملك هذا، ما تملك هذا العمل. يعني هذا الامر اللي يطلع على صفحات الوجه او زلة اللسان ما تملك. وهذه نصيحتي حقيقه لمن يحب بعض اولاده على بعض انه يكتم المحبه، يعني لا يظهره، واذا ظهر منه شيء من ذلك يعتذر للاخر. لكن العدل لا، مطلوب واجب. جاء رجل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا امير المؤمنين، قال عمر رضي الله عنه هذا الرجل والله اني لا احبك، يعني قلبي ايش؟ ما يميل اليك.
حقك في هذا العدل محفوظ. قال إذا الأمر إليك أبدا كل واحد تحب ولا تكره، فإن الحب إنما يكون للنساء، يعني تتأثر من إنها تحب أو لا تحب الزوجة مع زوجها، وإلا ذلك كل واحد. يعني لو جاء من دينك في العدل قال والله يا أخي ما أرتاح لك واجد، يعني قلبي عجزك يقبلك، تقول طيب قلبك هذه عجز يقبلني، هل يمنعني حقي كذا؟ فهمت ولا لا؟ هذا كل واحد تحب ولا تكره، ما دامك عادل معي ما أستطيع أن أملك قلبك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. الأمور القلبية إلى الله. الحسد ما في أحد منا عنده حسد، لكن فرق بين من يكتمه وبين من يظهره. إذن هذه خواطر في هذا الموضوع مع أسرار. وجاءت الشريعة بالتحذير من قطيعة الرحم، لأن سينبني على قطيعة الرحم مفاسد عظيمة تهتز الأسر، تهتز البيوت، ويهتز المجتمع. ولهذا قاطع الرحم ممنوع في كتاب الله وسنة الرسول. وترى السلف كانوا يحذرون من مصاحبة قاطع الرحم، لأن مثل مطلوب أمنيا. يعني لو صدر بيان داخلي إن فلان مطلوب أمنيا ويمكن يقتل بمطاردة في أي ساعة من الساعات، لو يجي عندك تقدر تستقبله؟ أجيبه. تقدر تركب معه في السيارة؟ أجيبه. لا، يمكن ما يدخل جدة تروح المدينة، صح ولا لا؟ تقول خاف يصير في شارع وأنا أوقف جنب على الشارع يأتي رجال الأمن ويحرسوني يوميا، هذا يبعد، صح ولا لا؟ كذلك صار قاطع الرحم، ترى اللعنة محيطة به. أولئك الذين لعنهم الله، يعني هم ملعونون أنت الآن، بس متى تنزل لعنة الله أعلم، متى تنزل لعنة الله أعلم. ولهذا يحذر من جالسته أو السفر معه أو الأكل معه أو الشرب معه. ونصيحة لكل قاطع أن يتقي الله بنفسه وأن يحاسب نفسه وأن يراجع نفسه وينسى الماضي ويفتح صفحة جديدة ويجعل هذا العمل خالصا لله. مو بلازم من الصلة انك تجلس معه وتاكل معه وتشرب معه، بس أزل ما في قلبك، سلم عليه بمناسباته، احضر أفراحه، قل يا أخي الكريم حصلك أخوك من عمك ولا قريبك عفى الله عما مضى، كما فعل نبي الله يوسف مع إخوته لا تدريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ماذا وهو أرحم الراحمين. والله قال سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ترى هذا في باب العفو والمسامحة. قال أبو بكر بلى نحب أن يغفر الله لكم، فكلنا نحب أن يغفر الله لنا. فاتصل على قريبك، ولو أرد عليك اليوم بكرة وارسل له هدية، وارسل من يصلح بينك وبينه، وترى الهدية تزيد ما في النفوس. واعتذر مقبول، ولعل الله أن يعفو وأن يتجاوز ولا يلعب عليك الشيطان. انتبه، ولا يلعب عليك أيضا أحد من القادة، لا زوجك ولا عيالك ولا أخوك. لا يقول لا تصلح مع ولد عمك ترى سيء، لا تصلح معه. قال الله ولا تطع كل حلاف ايش؟ مهين هماز ماذا؟ مشاء بنميم مناع للخير. اللي بيمنعك من الخير لا تدعوه. انت عملك لله واجعل عملك خالصا لوجهه. والموفق اخواني من الفقراء، اسال الله جل وعلا ان يسعدني واياكم في الدارين وان يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا